أيضا بيخليني إن أنا آخد نموذج في قرية أويش الحجر، ودي من قرى مركز المنصورة. قرية اشتهرت بحفظة القرآن الكريم، وكلهم من المحافظين على القرآن الكريم. عاملين العيادات التخصصية دي بجهود ذاتية بيشارك فيها كل أهالي القرية، فاحنا بنحييهم على هذا المجهود. ويمكن كان قام مجهود كبير من الدكتور عبد الفتاح هارون والحاج عبد اللطيف جودة وأحمد عبد اللطيف جودة. احنا دايما الجهود الذاتية، لأن لازم كنا نقف مع الدولة المصرية وكلنا نقدم مجهودات كبيرة في بلدنا. فأي نموذج بيحتذى به، ودايما محافظة الدقهلية سباقة بجهودها الذاتية. أنا في نهاية لقائي بشكر ضيف العزيز الكاتب الصحفي محمد مصطفى كشك، نائب رئيس تحرير جريدة الفجر. أنا بشكرك يا أستاذ محمد. أنا اللي بشكرك يا أستاذ جمال، وبسعد حقيقي والله لما بكون موجود معاك ومع أسرة الخميس. وفي نهاية لقائنا بشكر حضراتكم على حسن المتابعة، وكل التحية والتقدير من فريق عمل يوم الخميس. ومعكم طبعا على الهواء دائما المخرجة المتميزة نادية حلمي، وفريق العمل ضياء عباس وحمادة الرحماوي وأحمد عويضة. وانتظرونا وكل جديد وكل يوم خميس. شكرا وإلى اللقاء.